لو كنا سألنا الناس عايزين ايه كان قالوا عربيات تجرها خيول اسرع مش سيارات. ده كلام هنري فورد. الجملة دي مش مجرد جملة تاريخية، دي قاعدة بتكسر الدنيا لحد النهاردة. كل يوم شركات بتقع في نفس الفخ، تعمل استطلاع رأي، تسأل الناس تحبوا المنتج يبقى شكله ازاي، ايه اللي ناقص، ايه اللي تحبوا تشوفوا في السوق، وتشتغل باللي الناس قالته بالحرف، وتكتشف بعد كده ان ولا حد اشترى. طب ليه؟ لان الناس ما تعرفش تقول لك الجديد، الناس تعرف تقول لك هي شايفه ايه دلوقتي، مش هيحصل ايه بعدين. في التسويق ده اسمه stated versus latent needs، يعني في احتياجات العميل يقدر يعبر عنها، وفي احتياجات هو نفسه مش عارف انها عنده لحد ما يشوف حل ذكي. يعني مثلا جوجل مابس، حد طلبه؟ لا، لكن من اول ما نزل بقينا ما نعرفش نروح ولا نيجي من غيره، صح كده؟ اير بي ام بي، مفيش عميل مثلا قال لك نفسي ابيت عند ناس غريبه بدل الفنادق في بيتهم، لكن النهارده بقت اكبر من اكبر شركه فنادق في العالم، وهي ما عندهاش ولا غرفه واحده. ستيف جوبز كان بيقول لك العميل ما يعرفش هو عايز ايه لحد ما احنا نوريه له. وهو ده الفرق بين شركه بتسمع وتنفذ وشركه بتفهم وتفاجئ العميل. اللي يعتمد على العميل بيقوله بيفضل دايما وراه، لكن اللي يراقب ويفكر ويستنتج هو اللي بيصنع السوق قبل ما حد يشوفه. خد بالك، اسمع العميل بس ما تشتغلش عنده، فكر قبله، قدم له حاجة محتاجها حتى لو هو مش عارف يطلبها. سلام.